الف ب لما درسنا اتش ار قالوا لنا حاجتين. اتش ار از نوت فور اتش ار اونلي، ان الاتش ار ده مش شغلتنا لوحدنا. المفروض انه من دور الموارد البشريه انه يعلم المديرين التانيين والقياديين التانيين ازاي يتعامل مع الناس بتوعه وازاي يديروا بما يتناسب مع اجراءات الشركه او قواعدها. مش بمعنى يعلموا يدير ازاي او مهارات قياديه، لكن يعلموا المطلوب ايه كاجراءات داخليه. الحاجه التانية انه الاتش ار عنده امبلايد اوثوريتي، حلو، سلطه مكتسبه مش سلطه حقيقيه، بس بحكم قرب الموارد البشريه من الاداره العامه او من اداره الشركه ومسؤوليتها في تنفيذ القواعد الاداريه والاجرائيه في مجالات كتير، بيكتسب سلطه. السلطه دي قد يساء استخدامها وقد لا يساء استخدامها. طيب انا احكم عليه ازاي؟ طب ما هو موظف زي اي موظف موجود عندي في التنظيم، اذا لازم يبقى ليه ستاندردز او معايير، لازم يبقى ليه طريقه قياس اداء، لازم يبقى ليه فيدباك كاي مدير.